جزء كبير جدا من الدبلومه ان انت ازاي تطبق اللي انت بتاخده ده في الواقع العملي. انا اسمي احمد ناصر، خريج حقوق انجلش دفعه 2022. انا وكذا حد من زمايلي شفنا اعلان قلنا ليه لا نجرب، واحنا كنا لسه في كليه، كنا في سنه رابعه. الموضوع اصلا بدا واحنا كنا في اخر السمستر، لقينا باب التقديم وان احنا ممكن نستفيد منها حاجه. الموضوع كان مضغوط جدا طبعا، مذاكره وفي نفس الوقت المفروض نذاكر للدوره والكورسات اللي بناخدها. اللي خلاني ان انا اقدم ان احنا كان بصراحه الموضوع ان احنا كنا في الكليه، كان الموضوع كان اكاديمي بحت، ما كانش الموضوع فيه تطبيق. كان الموضوع ان انت بس بتدرس مواد، تاخد المواد القانونيه، مش بتطبق. وغير التطبيق ان انت مش بيقول لك ازاي تتعامل في المجال لما تيجي تنزل مجال العمل. فده اللي كنت شايف ان دي كانت فرصه ان انا اقدم فيها، ان انا ممكن استفيد منها حاجه من خلالها اقدر اطبق بيها على طول على الواقع العملي. هو دبلومه الPCLC بصراحه كانت مش مجرد معلومات. ما هو لو هي كانت مجرد معلومات كانت فرقت ايه عن مواد الكليه؟ طيب ايه اللي فرق؟ لا، اللي فرق ان انا جزء كبير جدا من الدبلومه ان انت ازاي تطبق اللي انت بتاخده ده في الواقع العملي. هو ده كان اهم شيء بالنسبه لي في الدبلومه. اذا كنت بنصح حد ان هو ياخدها فريش جراد، او اذا كنت حتى لسه في الكليه زي ما انا كنت، دبلومه هتضيف لك ان انت تاخد الماده العلميه وازاي تطبقها في الواقع العملي.